في ناس، انا سمعت في ناس بتكب الشوربه بترميها يعني ما بتستخدمهاش. الشوربه لو عملتي بيها شويه شويه مكرونه محمره بتطلع جميله. لو مثلا عملت شويه رز زي اللي انا بعملهم كده وحطيتيهم عليها بتطلع حلوه قوي. لو عملتي ممكن تزودي بيها الخضار برضو اهو. يعني ايه مفيش حاجه بتتكب، الشوربه جميله. وخلي بالك عشان ايه تبقى ايه متملحه. تمام. وبنكمل بقى ايه بميه. المهم ان ايه ما ترموش حاجه، الشوربه جميله والله يا جماعه. بتحلق. عارفين اصلا الشوربه في الملوخيه تحفه تحفه، بالذات بقى شوربه الفراخ. احب الملوخيه بشوربه الفراخ، المحشي بشوربه البط تحفه، المحشي بشوربه البط في رعايه الله. قبل ما اقفل في اطعام ان شاء الله يوم الثلاث ب110 رز خضار وفي ربع فرخه وسلطه او مخلل. اللي عايز يشارك حتى لو بوجبه عادي، انا ممكن اعمل وجبه عادي. فتخشوا واطلبوا المنيو لو عايزين. الاطعام عندي بيبتدي من 30 40 50 60 80 لغايه 150 في رعايه الله. سلام عليكم. صور التوزيعات وببعتها. سلام.